أنا أخاطب الشباب، أنت في أول حياتك إذا التزمت منهج الله، أديت ما عليك، استقمت على أمره، لك عند الله مستقبلا مشرقا من الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. زوال الكون أهون على الله من أن لا يحقق هذا الوعد. بشارة إلى كل شاب في أي بلد، في أي مكان، في أي عصر، في أي مصر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بقابلة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شوف، حياة طيبة ومعيشة ضنك. زوال الكون أهون على الله من أن لا يقع هذا الوعد وهذا الوعيد أبدا. لكن واحد سأل عالم كبير: ما بال الأقوياء والأغنياء، أية معيشة ضنك؟ فقال: ضيق القلب. أقول مرة ثانية، لعلي قلت هذا قبل يوم: يقع على رأس الهرم البشري زمرتان: الأقوياء والأنبياء. الأقوياء ملك الرقاب والأنبياء ملك القلوب. الأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء يمدحون في غيبتهم والأقوياء في حضرتهم، والناس جميعا تبع لقوي أو نبي.